يعني تحس العربيه فيها عفريت، مستحيل العربيه دي اللي سايقها بيعمل فيها كده. بدايه القصه ان دي العربيه اصلا يعني اللي اتعلمت عليها سواقه، فانا اتفرج على الفيديوهات دي وعايز اقلدهم، يعني زي اي طفل كده كان بيعمل ايه، يسرق العربيه. جدع جدع. خلاص عرفت كده مكان فاضي، اه، اروح اجرب اللي انا كنت بشوفه بقى في الحركه الفيديوهات، ان ده انا. كل ده وانت لحد 15 سنه. فبدات افهم ان بقى ايه، لا ده في لعب في الشارع، ده في حد موجود اسمه كذا، وانا ما كنتش عارف ان انا بعمل حاجه حلوه. فبدات اخد بالي ايه ده انا ممكن اقعد اوسع واضيق الخمسايه، انا ما عنديش حته ان انا ابقى واقف عند حد يعمل لي حاجه في العربيه وانا مش انت فاهم هو مش بيعمل ايه. بس ده فتيس يا عم، ده مش بوجيهات يعني. اتعلمت. لازم تفك فتيس. اه. لا يا راجل. اه والله. كل حاجه تقريبا في العربيه انا عملتها بنفسي قبل كده، كل حاجه. فتيس، كورونا، كردان، موتور فكيته. هو ما كانش مشكلته معايا ان العربيه هو خايف عليك. خايف عليا، طبعا. خايف عليا وخايف على الناس. رحنا اوتو كروس وبدات بقى اشوف بقى ايه ده في سباق وعربيات في عربيات قويه ورامي سري وعمرو ماجايفر ومش عارف ايه، ومعتز. ولكن برضو ما عنديش الشغف ان انا ولا اطور من نفسي في حته، ولا اعمل عربيه، ولا اطور من نفسي، ولا ان انا ادخل سباقات اصلا. الكلام من القلب ما بيقدمش.